أنا أريد منك اليوم أن تمنحني فؤادك، قلبك. كلنا يعاني، كلنا يدخل علينا الهم والغم، كان غنيا أو فقيرا. ربما الفقير يدخل عليه الهم المادي، وربما الغني يدخل عليه الهم الجسدي والفكري والعاطفي إلى النهاية. لا أحد يسلم من الهم، لا أحد يسلم من نكبات الدنيا ولا من مصائبها. طالما أنك على وجه الأرض لابد من أن تعاني الشقاء. من هذا الذي يسلم من الدنيا؟ الدنيا أم عاقة وصديق خائن، لا تجاري أحد وتداهن، وتماري وتنافق ثم تصفع. هكذا الدنيا. إذا رأتك الدنيا اطمأننت لها واتكأت عليها غدرتك، وإذا رأتك الدنيا أنت على سعة اطلاع منها وحذر تبعتك. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. لهذا من يسلم من الشقاء والتعب؟ أوجدك الله عز وجل شانه بدار بلاء وابتلاء، ولا يسلم منه أحد. إذن كان لابد أن ترفع يديك للسماء في كل نائبة تقع عليك أو تصيبك، أو حتى بمالك وأبنائك، أن تتجه لله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا تقع عليك بلايا لا تعلم من أين أتت ولا سبب يرفعها. هناك بلاء لا يقوى على رفعه إلا الله، هناك بلاء لا يقوى على رفعه إلا الله. ليكن لك درسا أن الناس إن أنا ضيقت عليك يا عبدي لا أحد ينجيك مني، لا أحد. فأحيانا تضيق عليك الأسباب، يقع عليك البلاء، لا تعلم أين تذهب ولا أين تتجه ولا حتى مع من تتكلم. تمشي في الطريق وترى أن الطريق رغم سعته ضيق عليك، تنظر للسماء فترى قد أطبقت عليك، تنظر للأرض رغم سعتها تراها لا تتسع حتى لك، فلا تعلم أين تتجه. فهنا علمنا الله إذا اتجهت لك هموم الحياة أن تتجه إلى الله، كما قال الشاعر: إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، وسدت بوجهك كل الدروب، وأوشكت أن تسقط بين الحفر، فيمم إلى الله في لهفة، وبث الشكوى لرب البشر. فإذا أردت أن ترفع شكواك اعلم أن الله سميع بصير. لهذا الجأ لله بعد أن تتقطع بك حبال الرجاء، واعلم أن الله لا يخيب عبدا قال يا الله أبد، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقك في الدنيا إلا ليلبسك ثوب الابتلاء، فينظر كيف تنزع هذا الثوب. أتلجأ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ والناس تعد وتخلف، وربما تعد وتكذب، لكن الله إذا وعدك أنجز سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنت مضطر وصاحب حاجة، لهذا لا بد لك من أن تستعن بالله سبحانه وتعالى. هكذا المسلم، الجأ إلى ربك ما استطعت، وإياك أن تجعل بينك وبين الله حاجزا، ولا تتعذر بالذنب. لا تقل أنا صاحب ذنوب، أنا فعلت وفعلت، تاريخي يشهد، وتقول وتستشهد على نفسك. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم، هذا الشيطان ود لو أن يظفر بهذا. دائما لا تجعل بينك وبين الله حاجزا. إذا رفعت أكف الضراعة تتساقط كل الذنوب تتساقط أمام عفو الملك سبحانه. يكفي أنك لجأت إلى الله فعلم الله أنك تشكو إليه ضعفك، فلا تجعل الذنوب تحول بينك وبين الله. لهذا عليك أن تفرح دائما سواء كان خيرا أو شرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا دائما قيد ما تعاني به باللجوء لله. أنت طالما تدعو فأنت بخير، واعلم أن الله لا يضيع دعوة لك. ما من عبد مسلم يدعو إلا ويستجاب له، أو يدخر بقدر ما دعا في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء، أو يستجاب له كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا أنت طالما تدعو، لم يقل منعه ذنبه، لا، لأنك أنت إذا دعوت دخلت في ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا. إذا دعوت تدخل في محبة الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تدخل في محبة الله. أيضا تدخل في نصر الله على كل من ظلمك بالدعاء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أيضا يستخلفك الله عز وجل شانه في كل نعمة وافرة. أيضا يرزقك الله عز وجل شانه الطمأنينة بالدعاء ترزق الطمأنينة. رفعت الشكوى لرب الكون، فما الذي يصرف هذه الشكوى عن رب الكون؟ الله يسمعك. تحصل على العزة بالدعاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تحصل على نور البصيرة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بكل ما تريد تنله بالدعاء. سل ربك دائما: أسألك الرضا بعد القضاء. دائما إذا قضى الله أمرا خيرا أم شرا بظنك، سل ربك الرضا، أن يمنحك الرضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. فارضى عن الله. لابد أن ترضى عن الله، ولا تتهم الله في شيء من قضائه والعياذ بالله، كأنك تعترض على المولى. إن الله عز وجل شانه بقسطه وعدله جعل الروح بين جنبات جسدك، فاجعل هذه الروح ترفعك لعنان السماء بالعبودية لله واليقين والرضا، يزول عنك الهم والشك والسخط. هذا الذي يريده الله. يريد الله عز وجل شانه أن نكون ربانيين في كل ما يصيبنا، لأن الله وعدنا بالحياة الطيبة مهما أصابنا من جروح وكدمات وآلام وأحزان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة ما هي؟ الرضا والسعادة. يمنحك الله عز وجل شان الرضا والسعادة طالما أنت دائما تتجه لله. يعافيك الله سبحانه إن أحبك وأحب ما صنعت بعد الابتلاء. يعافيك الله سبحانه وتعالى بكل توجه تتجه به إلى الله جل وعز.